الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحة وباحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طواجن الفتة. حلوة جدا جدا وسهلة جدا، وحاجة كده تحسي ان انتي بتاكلي في مطعم. حلوة جدا، طريقتها سهلة، انا هقولها لكم من الاول للاخر، بس يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ في عمل الفتة عندنا. انا طبعا سلقت اللحمه وعملت الرز وحمرت العيش وكسرته بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. بصوا كسرته اهو، حمرته وكسرته. مش مهم يكون اي شكل، يعني مش لازم اي شكل معين يعني، بس لما بيتحمر بيبقى طعمه احلى. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط في كل طاجن كده شويه عيش محمص كده زي ما احنا شايفين كده اهو بالشكل ده. هنبدأ بقى. عندي الرز هنا اهو، بصوا الرز عندي اهو ما شاء الله مفلفل، شايفين حبايه بحبايتها ومفلفل زي الفل. هنبدا بقى نحطه هنا على البريمه كده، الطواجن بتاعتنا. هنبدا نحط عليها الرز. ريحه الاكل ذات نفسه وهو بيتعمل بيبقى زي الفل. دلوقتي بقى هنبدا نحط شوربه. بصوا هنحط شوربه قليله كده علشان خاطر العيش يبقى مقرمش ويشربش الشوربه كلها. ونبصوا نلاقيه مش مقرمش كده ومعجن، لا احنا عايزين هنحط شوربه قليله اهو. معلقه شوربه في كل واحد كده. دلوقتي بقى هنعمل لها الخل والثوم، الدقه كده اللي هتتحط فوق الوش. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده بنحمر التومه، بنخرط شويه توم كده، وبعد كده هنخليهم يعني كده يصفروا، يبقى لونهم ذهبي كده، وبعدين نبدأ ننزل عليهم بالخل والشطة اهو. دلوقتي كده اصفروا. هنبدأ بقى ننزل عليهم بالخل. خل اهو، الخل اللي احنا متعودين عليه بتاع السلطة عادي. وعندي هنا شطة، وشوية ملح صغيرين كده. بس كده غليت خلاص، هطفي عليها واشتغل بيها على طول. دلوقتي اهي عندنا اهي، بس دي بقى مشطشطة طبعا، والخل وكده يعني، خدوا بالكم. هتبقى ايه؟ هتبقى طعمها حامية بس حلوة جدا جدا اهو. طبعا الخلطة دي بتبقى حامية قوي. لو انت اللي مش عايز شطة ما تحطوليش، حطيله بس ايه، اعمليها له من غير شطة، خل وتوم. انا ما بحطش صلصة، انا هي كده بيبقى طعمها حلو جدا جدا وبتعجبنا بصراحة، يعني هي بتعجبنا بالشكل ده كده. هنا بقى انا عندي اهو سلقة اللحمة ومقطعها صغير علشان خاطر تبقى مستوية كده. اهي هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى اللحمة بتاعتنا، كل واحد كده هتحطي له منابه جوه الطاجن بتاعه، هيبقى حلو جدا جدا. ده بقى شغل المطاعم والفنادق، شغل على كبير يعني، بيبقى حلو جدا ان انت تعمليه في البيت وتقدميه لولادك. طبعا بيبقوا سعداء كده وحاسين ان هم قاعدين بياكلوا في مطعم. دلوقتي عملنا الطواجن كلها زي ما انتم شايفين، شكلها حلو جدا جدا، وعايزه اقول لكم طعمها بيبقى تحفه
وريحه الخل والثوم كده وهما بيتعملوا، والعيش المحمص والخلطه كلها على بعضها بتبقى حلوه جدا جدا. بألف هنا وشفا للي هياكلهم. يا رب يعجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا منه، والف شكر. ويلا بقى مع السلامه، بس ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.